دلوقتي صناعة المحتوى بقى شيء متاح. فهل الموضوع ده سهل؟ يعني انت محتاج ايه عشان تبدأ او يبقى عندك محتوى على اليوتيوب؟ انا احمد حلمي ودي قناة كايزن، ويلا بينا. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ كايزن هي كلمة يابانية معناها التطوير المستمر حتى ولو بالقدر الضئيل، وده هو هيبقى ان شاء الله هدف القناة بتاعتنا. محتوانا هيبقى عن التطوير في شتى المجالات بإذن الله، التطوير المستمر الدائم إن شاء الله. أول فيديو لينا على اليوتيوب، وحبيت إن هو يبقى عن صناعة المحتوى عشان زي ما قلنا نتطور سوا إن شاء الله. أول حاجة، أي شيء بنعمله كان صناعة المحتوى أو أيا كانت المهنة اللي حضرتك بتمارسها، فأنت محتاج على مبدأ أساسي وركيزة أساسية نتفق عليها كلنا، ألا هو ابتغاء وجه الله عز وجل. خلينا نتفق على هذه النقطة كلنا، إنه أيا كان اللي أنت بتعمله إنك بتبتغي وجه الله عز وجل. أنا بعمل محتوى عشان أفيد الناس ابتغاء وجه الله، الشيف في المطعم بيعمل أكل عشان ابتغاء وجه الله عز وجل، السواق بيوصل الناس عشان يقضوا مصالحهم ابتغاء الله عز وجل. كذلك الأمر في شتى مجالات الحياة. إحنا خلينا نتفق إن إحنا نعمل كل حاجة بنعملها عشان نبتغي وجه الله عز وجل. النقطة دي مش هي محور الفيديو ده بس ولا القناة دي بس، النقطة دي محور الكون كله. ان احنا كل شيء بنعمله في حياتنا ايا كان هذا الشيء، حتى شوية المية اللي احنا بنشربهم، نخلص النية من جوانا ان النية تبقى ابتغاء وجه الله عز وجل. انا باخد بالي من صحتي ابتغاء الله عز وجل، ابتغاء وجه الله. مثال بسيط، انا شغال في مجال مطاعم. طبعا حاجة من الحاجات اللي انا معروف بيها في المجال اللي انا شغال فيه ان انا بحب النظافة وبحب النظام جدا جدا. فالمكان اللي انا ببقى فيه في الغالب بيبقى منظم ونظيف طول الوقت، وطول الوقت معناها ان انا مزاجي رايق، متعصب، حصل بينه وبين حد من زمايلي تاتش في الشغل، حصل بينه وبين حد في البيت تاتش في البيت، بيفضل النتيجة النهائية في الشغل ان انا مكاني منظم ومرتب طول الوقت. وكذلك الامر في الاكل اللي انا بعمله، ايا كان الاكل ده بيتعمل لمين، سواء شخص انا اعرفه او ما اعرفوش، شخص انا اعرفه فيه ود بينا او اعرفه مثلا ومش طايقه زي ما بيقولوا، ولكن جودة الشغل وجودة الحاجة اللي بعملها هي لاني ببتغي وجه الله عز وجل. ودي نقطة محورية جدا ومهمة جدا جدا جدا، لازم انا ابقى عندي اخلاص في نيتي في النقطة دي علشان ربنا يفتح عليا كده ويكرمني في اكل عيشي وفي بيتي وفي شغلي وفي صناعة المحتوى وفي مساعدة الناس. فالنقطة دي نقطة محورية ومهمة، وخلينا نتفق على ان النقطة دي هي المحور بتاع الكون كله، مش بتاع الفيديو ده بس، ولا بتاع صناعة المحتوى، ولا بتاع ان انت شغال في اكل زي، ولا ان انت راجل بتوصل الناس، ولا انت بتساعد الناس في مصلحة حكومية او في قطاع خاص. النقطة دي لو انت اخلصت النية لله عز وجل هتلاحظ التغيير في كل شيء، لمجرد ان انت خلاص انا بعمل الحاجة دي ابتغاء وجه الله عز وجل. ده رقم واحد. رقم اتنين، انت عايز تصنع محتوى علشان تفيد الناس بخبرة سابقة عندك في مجال من المجالات، او في مجال معين انت حاطط عينك عليه، مجال مفيد للناس حاطط عينك عليه. المجال ده انت لما هتنغمس في المجال ده وتقرأ عنه وتبحث عنه هتطلع معلومات، هتقدر ان انت تبسط المعلومات دي تطلع للناس بمعلومة مبسطة تستفيد منها. فمساعدة الناس ده شيء، وده باب من الابواب اللي بتأدي برضو النقطة الاولانية، انك تبتغي وجه الله عز وجل. برضو انت ما بتساعدش الناس عشان تساعد الناس وخلاص، انت بتساعد الناس عشان تبتغي وجه الله عز وجل. فهدف مساعدة الناس برضو بيرجع لابتغاء وجه الله عز وجل في النهاية. النقطة الثالثة، ان انت تبقى واضح مع نفسك وواضح مع الناس اللي انت عايز تساعدهم، بحيث ان انت المجال اللي انت عايز تساعد الناس فيه ايه، تقرأ عنه باستمرار، تبحث عنه، تبحث عن كل فيديو على حدة، يبقى فيه سكريبت، يبقى فيه نقط واضحة عشان تبدأ تتكلم نقطة ورا التانية وتخلص النقطة تخش على اللي بعدها، عشان ما تفضلش تدور وتلف حوالين نفس النقطة بكلام مختلف، ولكن انت بتدور وتلف في نفس النقطة، ما قلتش حاجة جديدة مثلا. فالوضوح، الترتيب، النظام، تبحث عن المجال اللي انت عايز تتكلم فيه، ان عايز تفيد فيه الناس، تنغمس في المجال وتحاول ان انت تجيب المعلومة تبسطها للناس وتطلعها بشكل بسيط بحيث الناس تستوعبها وتفهمها. انت محتاج ايه بقى عشان تبدأ؟ الحاجات اللي انت محتاجها عشان تبدأ، اولا طبعا والاهم ان انت يبقى عندك محتوى.
ده طبيعي. زي ما قلنا من شوية ان انت محتاج تحدد المجال ده تقرأ عنه، تبحث عنه، تنغمس في المجال ده وتطلع بمعلومات، تبسط المعلومات دي وتبدأ ان انت تفيد الناس بالمعلومات دي. وده طبعا يعني هدف كايزن، ان احنا نتكلم في شتى المجالات ونجيب المعلومة نبسطها ونحاول قدر المستطاع ان احنا نفيد، حتى لو في الفيديو كاملا نفيد شخص واحد وبمعلومة واحدة بس. انا بالنسبة لي بقى امر يعني اكتر من كافي ان انا يطلع شخص واحد مستفيد حتى ولو بمعلومة واحدة فقط. فالموضوع ان شاء الله مش معقد ولكن مش سهل، وفي فرق ما بين المعقد والصعب. المعقد محتاج تبسيط عشان نفهمه، عشان نستدركه، عشان نستوعبه، ولكن الصعب محتاج مجهود عشان يبقى سهل، محتاج مجهود يومي، مجهود باستمرار، محتاج صبر، محتاج ان انت تفضل تبذل المجهود بشكل شبه يومي. والاستمرار والعزيمة والصبر دول مفاتيح نجاح اي شيء واي مجال في الدنيا، علشان تقدر توصل لمرحلة ان انت فعلا 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 بقيت شاطر في المجال ده، وبقيت شاطر ان انت بتساعد الناس فعلا وبتبسط المعلومات على الناس فعلا وبتفيد الناس فعلا. فاذا انت محتاج يبقى عندك محتوى. المحتوى بتاعك هيتكلم عن ايه؟ لازم انت تعرف التفاصيل دي وتوضح لنفسك وترتب افكارك وترتب المحتوى بتاعك. انا عايز اعمل محتوى على ايه؟ طبعا الافكار حاجه بتتغير وبتتجدد دايما دايما دايما، وكل واحد ليه الطريقه وليه الطله وليه الكاريزما، وده الشيء اللي بيميز كل شخص عن التاني. طبعا انت محتاج ايه عشان تبدا؟ يعتبر مش محتاج حاجه، يعني زي ما قلت ان انت محتاج محتوى، محتاج ان انت تشتغل على نفسك، تقرا عن المحتوى، تبحث، وتبدا ان انت تعمل سكريبت النقط بتاعته مترتبه وواضحه. بعد كده انا بصور من الكاميرا الاماميه بتاعه الموبايل. مين فينا ما معهوش موبايل دلوقتي؟ الميكروفون ده ميكروفون بسيط جدا، يعني جودته تكاد تتخطى جوده الميكروفون بتاع الموبايل بتاعي بحاجات بسيطة، ولكن هو بيشيل الضوضاء او بيحجمها مثلا، بيبعدها عن الفيديو، بحيث ان انت اللي بيتفرج على الفيديو يبقى مركز معاك قدر المستطاع، ما يبقاش فيه صوت بيفرض نفسه على الفيديو بتاعك ايا كان بقى، عشان انا بصور من البيت مش استوديو، مفيش حاجات تعزل الصوت، مفيش ميكروفون من الحاجات اللي هي بنسمع عنها. يعني الموضوع مش محتاج الا ان انت تشتغل على نفسك، ده اللي انت محتاجه. مش محتاج ان انت كاميرا مش عارف بكام واستوديو مش عارف بكام. شوف انا بدأت ازاي اهو، اول فيديو وبقول لك يلا ابدأ معايا، يلا اطلع اتصور وقول للناس انت عايز تفيدهم بايه، دور على اللي انت عايز تفيدهم بيه، اقرأ عنه، ابحث، واطلع صور فيديو زي ما انا عملت. ما تخليش حاجة توقفك. الشيء الوحيد اللي هيوقفك هو ده مش شيء تاني، مش شخص، مش مجرد كلام، مش مجرد شيء محيط بيك. مفيش حاجة توقفك صدقني إلا ده بس. ده طول ما هو منغمس في ملذات الحياة وفي السكرولينج وفي تضييع الوقت والسوشيال ميديا والكلام عن الناس، طول ما انت منغمس في حاجات تانية ما بتعملش غير انها تضيع وقتك، صدقني انت ما بتعملش حاجة غير بتضيع وقتك بس. مجرد ما تبدأ توضح لنفسك انت عايز تعمل ايه وعايز تعمل ايه ازاي، تبدأ توضح الحاجات دي وتوضح الطريقة اللي انت عايز توصل بيها، صدقني هيبقى موضوع صناعة المحتوى وتصوير اول فيديو موضوع سهل بالنسبة للحاجات اللي بتلهينا بشكل شبه يومي. ويلا اطلع اعمل فيديو وساعد الناس وقول ان انا عايز اعمل كذا واساعد الناس في المجال الفلاني. ما تخليش حاجة توقفك. انا مثبت الموبايل على ستاند بسيط، رينج لايت بسيط. الحاجات دي ممكن تستغنى عنها، ممكن تثبت الموبايل على اي حاجه في البيت. الرينج لايت ممكن باضاءه اللمبه او ليد او حاجه موجوده عندك متاحه. بالنسبه للميكروفون انت محتاج ميكروفون عشان زي ما قلت يشيل الضوضاء، يوضح الصوت شويه، بحيث ان اللي بيتفرج على الفيديو يبقى بقدر اكبر مركز معاك. يعني تصوير الفيديو كجوده، انا بصور من الكاميرا الاماميه، كجوده صوت انت محتاج ميكروفون حتى ولو بسيط. حاجه برضو من الحاجات اللي انت برضو محتاجها وهتفرق برضو جدا المونتاج. انت مش محتاج تبقى طبعا خارق في المونتاج، ولا محتاج ان انت تبعت الفيديو لمونتير ياخد رقم وقدره عشان يعمل لك مونتاج احترافي. كل اللي انت محتاجه ان انت تتعلم بديهيات المونتاج، اساسيات المونتاج، القصقصه، ان انت ازاي تقصقص الحاجات اللي ملهاش لازمه، الحاجات اللي فيها تهتها، الحاجات الطويله. صدقني هيفرق في جوده الفيديو جدا جدا جدا. وده زي ما انا عملت في الفيديو ده، اتعلمت اساسيات المونتاج في فيديوهات بسيطه من على اليوتيوب. تقدر تتعلم المونتاج البسيط الاساسيات زي ما انا قلت في خلال ساعتين، اللي هي القصقصه، الحاجات الاساسيه السهله، تعديل الالوان، تظبيط الالوان، الاضاءات، الحاجات دي كلها.
بس يا سيدي اطلع اعمل فيديو وقول للناس انت عايز تعمل ايه، انت عايز تساعد الناس بأنهي شكل بأنهي طريقة، ويلا ابدأ معايا. انا بدأت اهو، ابدأ معايا عشان نتطور مع بعض ان شاء الله ونمشي على منهج كايزن. طيب صناعة المحتوى في النهاية انا هيقعد عليا بايه؟ زي ما كلنا عارفين انه يبقى في عائد مادي. بخلاف العائد المادي هيبقى في عندك خبرة، فيديو عن فيديو، تظبيط الاضاءات، المونتاج، الوقوف قدام الكاميرا، الكلام، السكريبتات، حاجات كتير قوي هيبقى عندك فيها خبره كبيره جدا جدا. وهتنعكس الخبره دي عليك انت، ان انت كل فيديو بتدور على المحتوى اللي انت عايز تعمله، بتبحث عنه، بتقرا عنه. والقراءه بتنور بصيره الشخص ايا كان مجال القراءه انت بتقرا فيه. فصدقني القراءه بتفرق جدا جدا جدا. وانت لازم تقرا عشان تعمل فيديو، وانت لازم تقرا عشان تعمل محتوى، لازم تقرا عشان تعمل محتوى، عشان يبقى في عندك افكار، عشان تعرف تقول الافكار دي ازاي، عشان تعرف تبقى تلهم الناس دي بالافكار ازاي. فانت لازم يبقى عندك وسع ومجال للقراءه في يومك، حتى لو قدر ضئيل برضو. لان احنا هنرجع برضو لنفس النقطه، ان انت التطوير ده حتى لو بالقدر الضئيل، انت لو بتقعد لمده نص ساعه في اليوم، انت كده يعني انت كده في خلال شهر هتتحول 180 درجه، هتتغير تماما. طريقه التفكير بتاعتك، طريقة نظرتك للأشياء هتتغير صدقني 180 درجة. فأنت محتاج تقرأ. فالقراءة سلاح سحري بيغير يعني طريقة المايند سيت، بيغير التفكير بطريقة أنت لا يمكن تتخيل. فهيبقى في خبرة في تصوير الفيديوهات، في المونتاج، في الكواليتي بتاعت الفيديوهات، في السكريبتات، في الاستوديو. هيبقى في خبرة مع الوقت ومع الزمن ومع الاستمرارية وممارسة صناعة المحتوى. قبل ما انهي الفيديو عايز اقول على حاجة صغيرة. ده تاني فيديو على القناة بتاعتي، مش أول فيديو. في فيديو أولاني، الفيديو ده طبعا مش انا اللي عامله، من على النت. لو شفت ميعاد الابلود بتاع الفيديو ده هتلاقيه من 5 سنين. 5 سنين وانا عندي حلم صناعه المحتوى، حلم ان انا اقف قدام الكاميرا واساعد الناس بالقدر اللي ربنا يديهولي، بالقدر اللي ربنا يعيني عليه، ان انا اساعد الناس فعلا، ان انا اجيب معلومات، ابسط المعلومات دي على قد ما اقدر في كل مجال اقدر اوصل له، وابسط المعلومه دي للناس واساعد الناس، واساعد الناس فعلا فعلا فعلا. يعني يبقى الموضوع مجزي بطريقه كبيره قوي بالنسبه لي لما فعلا اساعد الناس. ما تستناش حد، ما تستناش ظروف، ما تستناش اي حاجه في الدنيا. اطلع اعمل محتواك، اظهر للناس، وصدقني هيفرق معاك جدا. ده كان فيديو بتاعنا النهارده. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.